ادي الافندي لسه الاول محمد الجوادي اللي انا قلت لك عليه امبارح. محمد الجوادي كان بيروح الاهرام كل يوم، بيقعد مع اصحابه. الاهرام مش بتوع الاهرام سامعينه وشايفيني، يعمل كده. وللاسف الشديد تم طرده من الاهرام وهو صح في الاهرام عشان كان بيحط ايده على اماكن حساسه للرجال فطردوه. طب نطلع فاصل نجيب لا ثانيه واحده، طردوه خلاص. مشكلته ان هو كان عايز يتجوز بنت الدكتوره مؤمنه كامل، وزعم ان هو مش متجوز. كل ده عشان قال لك لما مؤمنه كامل يعني ربنا يديها طول العمر هي وتوفاها الله يورث، لان هي البنت الوحيده، واخده بالك. وقال مش متجوز وعنده ولد عجل زيه كده، واخده بالك. ده بتاع القطر اللي بيمشي قدام الصيدليه عشان ايه؟ يعكس القطره. تمام. ده في قطر موزه بتعالجه $3500 في اليوم، واخده بالك. وده برده من حزب ايه؟ الدبله ولا العجله؟ لا ده العجله الكبيره، ده حزب العجله. خلاص. ادي الشواذ، ادي اللي بيشتموا مصر. اخر واحد بقى